حلو ان انا بعد فكرة كده من علبة العصير دي كده هبدأ ان انا افتحها، اخد الجزء اللي انا عايزاه كده بالقطر. ممكن تفتحها بالمقص عادي. بعد ما فتحتها وظبطتها كده من جوه مكان العصير، بدأت اجيب كده معايا قطعة من الورق الابيض واغلفها بيه. هغلفها بالشكل ده كده، هغلفها كلها بالابيض، والزيادات بتاعة الورقة هدخلها لجوه بالشكل ده كده. بدا شكلها بعد ما غلفتها. وبعد كده هجيب معايا قطعة من الفوم الجليتر، ممكن تستخدمه السادة عادي. هقصها بالطول اللي انا محتاجاه بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ ان انا اقص الطرف بتاعها على شكل كده القلم بالطريقة دي، تديني شكل مثلث من فوق كده، على تبقى قطعة الفوم على شكل القلم. قصيت كذا واحدة كده. هبدأ ان انا احط شمع والزق الفوم على العلبة بالطريقة دي كده. طبعا تقدروا تغيروا الالوان براحتكم، تقدروا تستخدموا فوم سادة ما بيكونش جليتر كده. تقدروا تغيروا كل اللي انتوا حابينه براحتكم، يعني حتى الورقة البيضة دي ممكن نغيرها باي لون تاني اللي متاح عندنا. هبدأ ارص كده كل الفوم جنب بعضه. هيبقى ده كده شكلها في النهاية بعد ما غلفتها كلها بالفوم وعملتها كده كشكل قلم كده. هستخدمها كده كمقلمة سهلة وسريعة كده، يا رب تعجبكم.